مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. مشاركة وفد على المستوى من الكونفدرالية الوطنية في المؤتمر التأسيسي لفيدرالية الجمعيات المهنية والعمال بالقرن الافريقي. تحقيق نجاحات كبيرة في مكافحة مرض التراكم باريتريا. التعليم عامل رئيسي لإرساء العدالة الاجتماعية. قمة رباعية بتركيا تؤكد أهمية وقف دائم لإطلاق النار في سوريا. اتصالات أمريكية مع حلفاء أوروبيين بشأن الأسلحة النووية. آلاف يحتجون في روما على تدهور حالة العاصمة لإيطاليا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. شارك وفد برئاسة رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد تخست بايري في المؤتمر التأسيسي لكونفدرالية النقابات المهنية في القرن الإفريقي المنعقد يومي 26 و27 من أكتوبر في أديس أبابا. وهدفت الكونفدرالية المشكلة من الاتحادات العمالية الوطنية لإريتريا وأثيوبيا والصومال وجيبوتي وكينيا ويوغندا والسودان وجنوب السودان الدفاع عن حقوق العمال في المنطقة وضمان مصالحهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وانتخب المؤتمر رئيس الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا سيد تخست بايري رئيسا لكونفدرالية نقابات العمال المهنية في القرن الإفريقي، ورئيس كونفدرالية اتحادات عمال أثيوبيا سيد كساهون فولو أمينا عاما. وأعرب رئيس كونفدرالية اتحادات العمال المهنية في القرن الإفريقي سيد تخست بايري في الكلمة التي ألقاها عن ثقته في مساهمة الكونفدرالية المقامة للدفاع عن حقوق العمال وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. هذا ويتكون الهيكل الإداري لكونفدرالية اتحادات عمال القرن الإفريقي، والتي مقرها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. حققت إريتريا نجاحات مشهودة في جعل إريتريا خالية من مرض التراكوما حتى عام 2021. وبحث الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة كرن بحضور مسؤولي أقسام وزارة الصحة ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية وأطباء العيون والشركاء التقدم الذي أحرز في مجال مكافحة المرض خلال السنوات السبع الماضية. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كسة برهان سلمون في الاجتماع النجاحات الكبيرة التي تحققت، داعيا إلى تعزيز التنسيق القوي للشركاء من أجل استئصال هذا المرض المسبب للعمى مرة وإلى الأبد. من جانبه أوضح مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة العمى السيد ألم زكرياس أن مرض التراكوما هو السبب الثاني للعمى في البلاد، وقد بلغت الجهود الجارية لاستئصاله إلى مستوى متقدم. وأشار الاجتماع إلى أن الدراسات الاستكشافية التي أجريت أظهرت وجود أرضية مناسبة لجعل إريتريا خالية من مرض التراكوما في غضون 3 سنوات. ولتحقيق ذلك يتطلب العمل المشترك من قبل الإدارات والمدارس ووكلاء الصحة في القرى. قال المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى نائب أن الحكومة تقوم باستثمار كبير في التعليم بوضعه في مقدمة الأولويات باعتباره الركيزة الأساسية لضمان التطور المتوازن وإحلال العدالة الاجتماعية. وأوضح في السمينار الذي عقده لأعضاء الدفعة 32 للخدمة الوطنية يوم 27 من أكتوبر بعنوان الاستثمار في التعليم لربع قرن بإريتريا ونتائجه أن الاهتمام الكبير يمنح لتقديم التعليم الجيد للمواطنين على قدم المساواة، لكونه الأساس في النضال الجاري لبناء وطن خالي من الفقر وتسوده العدالة الاجتماعية. وعلى الطلاب إدراك ذلك جيدا وبذل الجهد لاستغلال الفرص التعليمية والمهنية المتاحة. وذكر أن الموارد البشرية هي الثروة الأكبر والأهم للبلاد، وقد ظل العمل جاريا لمحاربة كافة أنواع التخلف والجهل وتنمية الوعي وترسيخ روح المبادرة لدى المواطنين وخلق الفرص لتطوير قدرات المواطنين في المجالات كافة. كما شدد على أهمية بناء المواطن بالعلم والمعرفة لخلق وطن مزدهر اقتصاديا، ومشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكومة تمنح الاهتمام لتوسيع وتقوية مؤسسات التعليم العالي لهذا السبب. وتشير وثائق وزارة التعليم بأن المدارس التي كان عددها في العام 1991 528 مدرسة وتقدم التعليم ل 245 ألف طالب زادت بعد الاستغلال بنسبة 250% لتصل إلى 1937 مدرسة، منها 7 مدارس فنية تقدم الخدمات التعليمية ل 600 ألف طالب.
وقال قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بسايقدي في ختام السمينار بأن على الطلاب تجاوز كل أوجه القصور والعمل بقوة للاستفادة من الفرص المتاحة. ومن جهتهم طالب الطلاب بضرورة إيصال تقنية المعلومات إلى جميع المدارس وتوفيرها للطلاب في مدرسة ورساي كالو كما ونوعا. أوضح مسؤول التعليم في مديرية أدوبحة بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ أبو بكر بأن مشاركة المرأة في التعليم مشجعة، وأشار إلى حصول الأطفال على فرص التعليم بفضل إرساء المدارس في معظم مناطق المديرية، حيث بلغت مشاركة الطالبات في المدارس نسبة 50% بالمرحلة الابتدائية و48% بالمرحلة المتوسطة، موضحا بأن الدراسة في عريرب تبدأ دائما من شهر يونيو وحتى شهر ديسمبر مع وضع حياة الترحال الرعوية في الاعتبار. كما أوضح العمل الجاري لبدء تعليم الكبار في ضاحية هجر، مؤشرا إلى أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2017-2018 كانت 80%، داعيا إلى تضافر جهود المعلمين وأولياء الأمور للحفاظ على هذا الإنجاز والدفع به قدما. وقال الأستاذ أبو بكر علي أن عدم تجمع القرى ومشكلة المواصلات من أهم عوائق العملية التعليمية. هذا وتوجد في مديرية أدوبحة روضة أطفال و5 مدارس ابتدائية ومدرسة متوسطة و10 نقاط لتعليم الكبار. تخرج 96 شابا في مدينة كرن بعد تلقيهم دورات مهنية متنوعة من بينهم 56 شابا، وقد اشتملت الدورات المهنية التي استغرقت ما بين 3 و6 أشهر على الجرافيكس والفيديو والمونتاج والموسيقى وفن الطباخة، حيث قدمت لهم على حسب ميولهم ورغباتهم. وقالت مسؤولة المشاريع في فرع الشباب بإقليم عنسبة الشابة شاملة جبر كدان أنه يتوقع من هؤلاء الشباب تطوير المهن التي تلقوها عبر العمل وأن يكونوا نموذجيين في تسيير حياتهم. من جانبه قال مسؤول المكتب المركزي الشاب عقباي برهي أن الدورة هي مواصلة للدورات المتنوعة المقدمة لتطوير الشباب في مختلف مناطق البلاد، مناشدا الشباب للاستفادة الجيدة من تلك الدورات التي ستستمر في المستقبل. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكد زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا والحاجة إلى الاستمرار في قتال المتشددين. كما دعا الزعماء لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري على أن تجتمع بحلول نهاية العام. وفي بيان ختامي مشترك بعد اجتماع قمة اسطنبول الرباعية الخاصة بسوريا، أكدت الدول الأربع أيضا الحاجة إلى تهيئة الظروف في أنحاء سوريا لعودة آمنة وطوعية للاجئين. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن، وأضاف أنه يأمل في إجراء تلك الخطوة قبل نهاية العام. وأضاف أردوغان أن الزعماء الأربعة ناقشوا عودة اللاجئين إلى سوريا واتفقوا على ضرورة أن تكون العودة طوعية. وبموجب الاتفاق المبرم الشهر الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على إقامة منطقة عازلة بعمق 15 إلى 20 كيلومترا داخل الأراضي التي يسيطر عليها مسلح المعارضة، على أن تكون تلك المنطقة خالية من كل الأسلحة الثقيلة والمتشددين. قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن الولايات المتحدة تجري اتصالات وثيقة مع حلفاء في أوروبا بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى وتداعياتها على المنطقة. وأضاف ماتيس خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني في البحرين أنهم على تعاون وثيق مع الحلفاء الأوروبيين، وسيتم التعاون معهم عن كثب بشأن المعاهدة وتداعياتها على الأمن الأوروبي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 من أكتوبر أن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي مع الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان عام 1987. وحظرت المعاهدة على البلدين نشر الصواريخ النووية والتقليدية القصيرة والمتوسطة المدى على البر في أوروبا. وعللت واشنطن اعتزامها الانسحاب بانتهاك روسيا للمعاهدة وما تنفيه موسكو، حيث تتهم روسيا وواشنطن في المقابل أيضا بانتهاك المعاهدة. تظاهر آلاف المحتجين أمام مبنى بلدية روما للتنديد بتدهور أحوال العاصمة الإيطالية مع انتشار الحفر والقمامة في الشوارع، في حين تجوب الخنازير البرية الطرقات.
ويقول المنتقدون أن حالة المدينة في تدهور منذ سنوات، واتهموا رئيسة البلدية فيرجينيا راجي التي تولت المنصب في العام 2016 بعدم الوفاء بتعهداتها خلال حملتها الانتخابية بالقضاء على مشكلة تراكم القمامة. وأدى إضراب عمال النظافة لترك الكثير من صناديق القمامة مملوءة عن آخرها، بينما يعاني نظام النقل المحلي من أزمة خانقة. أعلنت مجموعة آي بي السويسرية للمعدات الهندسية عن مشروعها لبناء مصنع جديد لأجهزة روبوت في مدينة شنغهاي الصينية بتكلفة 150 مليون دولار. المصنع الجديد سيكون بالقرب من مجمع تكنولوجيا أجهزة الإنسان الآلي التابع لمجموعة آي بي بي في الصين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية عام 2020 وينتج أجهزة للصين ولبلدان أخرى في آسيا. والصين هي ثاني أكبر سوق لمجموعة آي بي بي في الولايات المتحدة. وتعكف الصين على توسيع نطاق قوتها العاملة من أجهزة الإنسان الآلي مع ارتفاع أجور العمالة البشرية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.